السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وغتكون جولتنا في متجر خاص بالشاي الصحراوي الاصيل. هذه هي الدخله ديال المحل. هذا المحل هذا فيه جميع المنتوجات الصحراويه، والاهم فيها هو الشاي الصحراوي الاصيل ديال الشعره. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه المنتوجات باش نستافدوا جميع وناخذوا فائده مع بعضياتنا، لان الهدف من قناتي هي اننا نستافدوا جميع. غادي نبداو بسم الله باول منتوج اللي هو الشاي. بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا عنده الاشكال والالوان، وكيف كتعرفوا البنات راه ما كاينش ما احسن من اتاي يكون شعره، لانه كيكون صحي اكثر حسن من هذاك اللي كيكون حبوب. واخا هو شويه كيكون طالع في الثمن، ولكن اتاي ديالو كيجي غزال ولا يعلى عليه، خصوصا اتاي الصحراوي اللي كيعطيو يعني حقه التقاليد ديالو والطقوس ديالو والبركه ديالو. يعني الا شربتي كاس صحراوي راك عرفتي اشنو شربتي. كيف ما شفتوا عنده بزاف ديال الاشكال والالوان. كاينين الباكيات الصغار، الباكيات الكبار اللي كيوزنوا حتى الكيلو، كاينين هادو اللي كتشوفوا الفوق فيهم بوشيت ديالهم الا بغيتي تعطيهم هكا كادو لشي واحد عزيز. كاينه هاد الماركه هادي سمارة. يعني كاين بزاف ديال الاشكال، كيختلف غير الاسم ولكن راه نفس الجوده، يعني اتاي شعره. دابا غنشارك معكم المنتوجات الاخرى. كاين هاد الدقيق هذا ديال الكوفيه ولا الكوفيه، كيف كل واحد شنو كيقول ليه. هذا الدقيق هذا مصاوب من الذره، وكيف قال لي السيد من المحل انهم كيخلطوه مع الحليب ديال الماعز كوجبه رئيسيه، وكياكلوه خصوصا في رمضان في وقيته السحور، لانه كيشد الجوع. يعني الا كليتيها ما كتحسيش بالجوع النهار كامل، فحال يلاه واكله. زوين صراحه الله وعجبني. المره الجايه ان شاء الله غادي ناخذ منه. وكيف ما شفتوا معايا كاين هذاك الفانيد اللي معروف في الصحراء اللي الاسم ديالو الناطا. كيستعملوه بزاف النساء الصحراويات يعني في الزياده ديال الوزن. وهنا كاينه تشكيله ديال الملح في الصحراويه. وكيف ما كنعرفوا الملحفه كيكون التوب ديالها خفيف وفيها كميه مضاعفه. يعني التوب واحد يخرج لك 2 قنيدرات خفاف تبردي بهم في الصيف، لاننا حنا ما كنستعملوش الملحفه، كناخذوا التوب وكنفصلوه يا اما جليبه ولا قنيدرات، كيجيو زوينين وراقيين. ودابا البنات غادي تشوفوا معايا الكويسات الخاصين باتاي صحراوي. كيكون الشكل ديالهم صغير، عنده جوج الانواع، عنده السامبل وعنده هاد الشكل هذا اللي مخطط بالذهبي. شكلهم كيجي غزال هكا في الصوينيه ديال اتاي. وكيف ما كتشوفوا هذه الصوينيه الثانيه اللي كيكونوا فيها الفنيق ديال اتاي والسكر والنعناع. وهنا كيف ما كتشوفوا المبخره ديال البخور او العود. كيف ما كتعرفوا الناس ديال الصحراء معروف عليهم يعني الجلسه ديالهم كيكون فيها الطيب والعود والروايح زوينه، كيحطوا لك الريحه، كيحطوا لك اتاي، يعني ما كيلقاو فين يحطوك صراحه الله. هادو هما الكويسات. هذا هو الشكل ديالهم، زوينين بزاف البنات، والشكل ديالهم صغير يمكن لك تستعمليهم حتى الحليب والتمر. الا بغيتي مثلا تقدميهم لشي واحد جاي عندك للدار، او لا مثلا شي وحده كانت في العمره ولا في الحج تقدميهم هكا فيهم الماء زمزم، لانهم كويسات صغار. هنا كيف ما كتشوفوا هنا الصنادل ديال الرجال تا هما ديال الصحراء، وهنايا هاد البريردات هادو ديال اتاي. وهنا عنده انواع ديال لي بارفان اللي معروفه بهم الصحراء. راه عنده تشكيله كبيره، يعني كتحيري اشنو تاخدي من عنده. وحتى الاثمنه جد مناسبه. عنده النيله، عنده الصابون البلدي ديال النيله، عنده العشوب ديال الصحراء. يعني اي حاجه خاصه بالمنتوجات الصحراويه كاينه عند هذا السيد هذا. صراحه الله محل ممتاز، وفيه داك الشيء غزال كيحمق. هانتوما شوفوا هاد الرويحات هادو. وهذه خلاص هاد الريحه هذه ديال ليطرو اللي معروفه، حتى هي الريحه ديالها قويه. وهنايا كيف ما كتشوفوا اشكال اخرين. الناس اللي فايت لهم مجربين المنتوجات الصحراويه والروايح ديالهم والحويجات ديالهم، راه غادي يشوفوهم في الفيديو غادي يعرفوهم، لانهم معروفين من شحال هادي. كيف ما كتشوفوا هنايا هاد الطقم هذا ديال مسك طهاره اللي فيه سبراي وفيه المسك يعني الخاص بالمنطقه الحساسه والكريم
والصابونه حتى هو راه كاين عنده. كاينين هاد البريردات هادو ديال اتاي اللي كيطلعوا اتاي غزال فيهم اللوينات، يعني على حسب اللون اللي تشهيتي. وهنايا انواع تاني ديال لي سبراي والروايح. يعني محل ممتاز وعنده تنوع كبير. ودابا البنات غادي نشارك معكم الحويجات اللي خديت من عنده. خدينا من عنده الباروك. المره الجايه ان شاء الله وناخذوا من عنده بزاف، لان عنده حويجات كتحمق. وكيف ما كتعرفوا الحوايج ديال الصحراء ما غتلقايهمش في اي بلاصه، يعني قليل اللي كيجيب المنتوجات الصحراويه. غادي نبداو باول حاجه. خديت اتاي، خديت من عنده تقريبا 2 كيلو. خديت هذا النوع الاول شاي الوناسه، والثاني شاي الصيل الاخضر. هذا عمرنا به اتاي صراحه الله جا كيحمق، والبنه ديالو كتبقى في الفم ديالك. وكيف ما قلت لكم البنات راه ما كاينش ما احسن من اتاي الشعره، خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل في الهضم في المعده ولا في المصران، ما عليهم الا باتاي الشعره. لان حبوب اتاي كيف ما كتعرفوا كيطلق اللون بزاف وما كيكونش صحي بحال الشعره. دخلوا بحثوا غادي تشوفوا فوائد ديال اتاي شعره. راه كتكون فوائد كتير على الصحه، وصحتنا ما كتغلى عليها حتى حاجه. واخا هو شويه طالع في الثمن، راه كما قلت لكم الصحه هي الاولى. هذا هو النوع الثاني اللي خديت شاي الصيل الاخضر. هذا الكرتونه ديالو مبدله على الاخر، وديري لي هاد اللعيبه ملي كيتحل كيف ما كتشوفوا راه باقي مسدود. ما غنحلوها ان شاء الله حتى نساليو الاولى. الله يرزق غير الصحه والسلامه. ودابا غادي نشارك معكم الكويسات اللي شفتوا معايا في الفيديو الخاصين باتاي الصحراوي. صراحه الله انا عجبني الشكل اللي فيه الدوغي هكا مخططين. ما لقيتش عنده 12 كاس، لقيت عنده الكميه سالات بقاو غير 6 الكيسان بالحساب. واضطريت انني ناخذ هادو اللي سامبل، لان حتى هاد اللي سامبل كنت غناخذ منهم غير 6 بالحق، ما غناخذش منهم 12 كاس. هادو بغيتهم غير هكا منين تكوني جالسه بوحدك وغتشربي كاس ديال اتاي، تحطي هكا كويس ولا جوج، ولا مثلا 2 اشخاص تحطي 3 ديال الكيسان. كيجي الشكل ديالهم زوين هكا في الصوينيه ديالك، وصغيورين ومنظمين وحلوين. اما الشكل الاخر اللي شفتو معايا في الفيديو الذهبيين، هادوك بغيت نخليهم هكا المناسبات، بحال كانوا جايين عندك شي ضياف عزاز بغيتي تقدمي التمر والحليب تقدمي فيهم الحليب، اولا مثلا عمره اولا حج تفرقي فيهم هكا الماء ديال زمزم. لان كما قلت لكم راه الشكل ديالهم راه صغيره ما كبيرش. وصراحه الله حتى الفكره غتجي زوينه هكا في ماء زمزم ولا في الحليب. الله يرزقنا ويرزقكم زياره هذاك المقام. ان شاء الله المره الجايه عاد غادي يجيب لي ان شاء الله 12 كاس وناخذهم من عنده ونشاركهم معكم باذن الله في فيديوهات جايه. دابا غادي تشوفوا معايا النيله الصحراويه. صراحه الله ما عمرني زعمت ناخذها من عند العطاره الا من عنده هو، لانه صراحه ثقه، والسيد قال لي على ضمانتي. هذا هو الشكل ديالها. صراحه الله جربتها زوينه. غير فريتيتا كطلق، يعني راه ما كناخدش كميه كبيره، كناخد غير شويه في ساع كيطلق البنات. كنديرها مع الحنه في الحمام. كنديرها الماسكات على وجهي مع ما ورد اولا مع دانون مسوس. وكيف كتعرفوا راه النيله الصحراويه معروفه انها كتبيض وكتفتح اي بلاصه بغيتيها في الجسم ديالك. وخصوصا الناس الصحراويات راهم مدمنين عليها، ومن العادات والطقوس ديالهم انهم كيديروها. وخصوصا يعني العروسه لا كان عندها العرس ولا هذا، يعني كتداومها باستمرار. دابا غنشارك معكم هذا الكريم. هذا تا هو اللي نصحني به، قال لي زوين وكيتمشى بزاف تما عندهم. هو هذا الكريم اللي فيه كريم الودعه والنيله. كيف ما كتشوفوا تا هو رزرق زوين صراحه الله. جربته ما بيهش، ماشي نقول لكم البنات راه 100% كيبيض كيعطي شي نتيجه اللي ما كايناش. لا، هو الترطيب كيرطب، والتفتيح شي حاجه شويه، يعني ماشي داك التفتيح اللي كتكوني باغا. المهم كريم عادي باش نكونوا واضحين، لانني ما كنشارك معكم هاد الحوايج الا باش نستافدوا، ماشي نكذب عليكم نقول لكم راه زوين وصافي نصحني به راه زوين خذوه هذا. صراحه الله المره الجايه ما نقدرش ناخذه، ولكن راه كما قلت لكم الترطيب راه كيرطب. دابا غادي تشوفوا معايا هاد الحلوه هذه ديال الناطا.
هاد الحلوى هادي عندها واحد الذكريات زوينه في حياتي، ان العم ديال الوالده ديالي كان في طنطان، الله يرحمه ويوسع عليه. كان ملي كنا صغار كان كيجي عندنا من الصحراء في الوقيته العطله، وكان كيجيبها لينا بزاف، وكانت عزيزه عليا هاد الحلوى هادي. ودابا راه كيف ما كتعرفوا راه معروفه كيستعملوها في الوصفات الصحراويه للزياده ديال الوزن، وفيها النكهه ديال الكراميل، وكيستعملوها حتى على شكل حلاوه، يعني بحال شكل كيحيدوا بها حتى يعني الشعر الزائد. هذا هو الشكل ديالها، راه زوينه البنات. الناس اللي بغاو يتزادوا في الوزن كنصحكم بهاد الحلوى هادي. كما قلت لكم عندي واحد الذكريات زوينه معاها. ودابا غادي تشوفوا معايا الملحفه الصحراويه. خديت جوج اشكال، خديت هاد اللون الاول اللي بهاد اللوين خضر وفيه دوك الوريضات هكا بالغوز، وحده ليا وحده لماما. والنوع الثاني اللي غادي تشوفوه حتى هويا نفس الشكل ونفس الديزاين، مخالفين غير في اللوان. اللون الثاني خديناه في الموف، وحتى هو فيه الوريدات بالغوص. هادو ان شاء الله كيف ما قلت لكم غنفصلهم قنيدرات. راكم عارفين احنا ما كنلبسوش الملاحف، كناخذوا هاد التويبات هادو كنديروهم يا اما جليبات هكا خفاف، ولا قنيدرات كتبردي بهم في الدار. كانوا هادو هما المنتجات اللي خديت. كنتمنى من الله يعجبوكم وتكونوا استفدتوا معايا وخديتوا فكرة على الحويجات الصحراوية. شكرا لكم بزاف على المشاهدة، وكنتمنى من الله الفيديو ديالي تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب الى عجبكم المحتوى ديال قناتي بالطبع. وما تبخلوش عليا بلي لايك الا جات على خاطركم. ونتمنى من الله نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، ونكون كنقدم لكم محتوى اللي يليق بالوجوه ديالكم. دابا ما بقى لي الا نودعكم، وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى من الله يلاقينا الله في ساعه اخرى ان شاء الله. وشكرا لكم، ونتلاقاو باذن الله في قناتي وقناتكم سوما غوستو.